ما لقيتش اسهل ولا احسن ان انا اعمله النهارده غير سندوتشات الكبده دي. عايزه اقول لكم انا زهقت من كتر ما انا بعملها. بيحبوها حب، ليها طعم وريحه كده ونكهه غريبه قوي. دايما نقول اكل الشارع مش مضمون، بس بيبقى احلى السندوتشات من بتاعه البيت. عايزه اقول لكم والله العظيم هتعمليها. عايزه اقول لكم دي طبعا كبده بلدي، بس عايزه اقول لكم طعمها بجد فظيع مع سلطه الطحينه بقى بتاعت المطاعم اللي ليها تيست كده معين، مع سندوتشات الكبده اللي فيها سنه سبايسي كده وعصره ليمونه وقرن فلفل. انا جعت. تعالى اقول لكم بعملها ازاي. بجيب شويه توم حلوين، عليهم فلفلايه رومي خضراء حمراء، ميكس كده من بين السبايسي والبارد. حطي عليها ليمونه كامله، وحطي عليها معلقه خل وكمون وكزبره وملح وفلفل اسود، وبلاش شطه لان الفلفل معايا حراق. تمام، يبقى كمون وكزبره وملح وفلفل اسود وليمونه كامله ومعلقتين خل على الثوم والملح. بصوا بقى، على الثوم والفلفل بحط على الكبده شويه خل وبحطها في مصفى كده تنزل الدم بتاعها. معايا بقى حته ليا كبيره، واهم حاجه اصلا اقول لكم للكبده للحمه ببصل اللية. العربيات كلها بيبقى التيست المسكر ده بيبقى من اللية. تمام، اللية الحلوه اللي مبقاش ليها ريحه وحشه. اول ما بتسيح معانا بنحط لها شويه زيت، وبعد كده بننزل بمعلقه كده كبيره من الخلطه اللي احنا ضربناها لسه في الكبه، اللي هي الفلفل بالثوم بالتوابل بالليمون بالخل دي. اول ما تدبل معانا ننزل على طول بالكبده نديها صدمه. طبعا الكبده كده مقطعاها شرايح طويله، تمام، رفيعه. بصوا، طبعا احلى حاجه طبعا الكبده البلدي. انا عمري بصراحه ما دقت الكبده المستورده دي. دي نظافة وطعم وريحة. نعمل بقى حفرة كده بعد ما اديناها صدمة، ننزل بقى بباقي الخليط اللي احنا ضربناه في الكبة، التوم بالفلفل وهكذا. ننزل بقى فلفل، معايا ده حوالي ربع كيلو على كيلو الا ربع كبدة. فلفل رومي على اخضر اللي هو سبايسي، ده عملت ميكس ما بينهم عشان يبقى سبايسي فيها سنة شطة كده. تمام، كده بقى بغطيها لمدة 10 دقايق، وقبل ما بقفل عليها بديها عصرة ليمون على في الطاسة كده، بتبقى حلوة قوي. طبعا بجهز بقى جرجير وبجهز ليمون احنا بنحب نعصر عليها ليمون، وشوية ترشي كده. وكمان بقى معايا شوية طحينة، نزلت عليها بعلبة زبادي، بفكها على طول بمية مغلية سخنة. بحط عليها معلقة خل، وبحط عليها ليمونة كاملة، بحط كمون وكزبرة وشطة وبابريكا وملح. وبحط بقى السر هنا في طعم الطحينة الحلوة المميزة بتاع أكبر المطاعم. تحطي توم باودر وبصل باودر، تمام، توم باودر وبصل باودر. اعتمديها في اي سلطة طحينة هتعمليها مع مشويات مع اسماك مع كبدة، بتوديها في حتة تانية خالص. بيبقى طعمها بجد يا بنات خطير. بحط حوالي معلقة ونص زيت بقى، بضرب بقى الكلام ده كله كده بالمضرب، وبقدمه وبزينه بقى في الاخر برشة بابريكا مثلا، رشة زيت، وبس كده. ليمونة كاملة على معلقة ونص خل. وحطي بقى التوابل زي ما قلتلك. طبعا جايبه بقى فينو سخن فتحاه وحطاه في الشنطه كده، ربطاه عشان ما ينشفش معايا. وقدمت جرجير ومخلل. وعايزه اقول لكم بجد الاكله دي حلوه قوي، طعمها حلو قوي. اعملي السندوتشات كده، وحطي على كل سندوتش مثلا. انا بحب ازود الليمون بقى، انا مش عارفه انتوا زيي ولا لا. بحب احط عصره ليمونه، واقدم معاها فلفل اخضر كده سبايسي، ومع شويه المخلل والجرجير. والله العظيم اجمد واحلى سندوتشات ممكن تجربوها. اعملوها بنفس الخطوات، انا عملتها معاكم كتير بجد. حلوه حلوه قوي قوي طعمها وريحتها. وعايزه اقول لكم ولعت لها فحميه كمان في الاخر للكبده، وقفلت عليها الغطا. ما اقولكوش على طعمها وريحتها عامله ازاي، بجد خطيره. وما تنسوش التست بتاع الفحميه ده. بتروحي بقى نازله، بتاخدي من السوائل اللي هي نزلت من الكبده اللي فيها الليه وكده، وتحطي معلقه من الدهون دي على الفحميه، وتروحي بقى ايه مغطياها. يا لهوي، ما اقولكوش على الطعم يا انا جعت والله العظيم، انا جعت. حلوة قوي. حطي بقى شوية طحينة كده مع وحدتين جرجير، عصرة الليمون، وقطمايه كده من الفلفل الحراق ده، وبس كده. اعملوها لولادكم. عايزه اقول لكم الاطفال بيحبوا الحاجات اللي هي شبيهه للاكل بتاع المطاعم. اشوفكم فيديو جديد، ومع السلامه.